خطير. يحاول سالم الدوسري تمرير كرة ذكية إلى محمد البريك المدافع الطائر أو الجناح الطائر في الجهة اليمنى. يحاول البريك مر ومحاولة خطيرة وإدواردو ذهب يا عيني ذهب إدواردو. ليلة من ليالي السعيد حلق في الدوحة يا سعيد. هدف هلالي، هفوة قاتلة من الدفاع، المدافع الطائر البريك وادواردو في قلب كل هلالي. بداية قوية من ادواردو، بداية موسم خرافية يا ادواردو. مهارة، مرور من البريك، هفوة من الدفاع، وبعد ذلك ثمة الشك بوجود تسلل على ادواردو، لكن في الاخير تمكن من الوصول الى شباك الاخوية 3 مرات في مباراتين. هدف هلالي اول يجعل الامور اكثر تعقيدا على الاخوية. يريد ادواردو ان يكون لكل الهلاليين هذه المرة ستكون لنا. اول الركنية سيكون على تنفيذها هنام تايهي، يلعبها عرضية، جحفري خلصها بالراس باستعادتها مرة أخرى. مقصود يحاول البحث عن كرة عرضية أخرى، وبعد ذلك رأسية في مكان خطير، تسديدة قوية، هدف التعادل الأخوية قبل نهاية شوط المباراة الأول. تسديدة رائعة وهدف يجعل الأخوية يتنفس بعض الشيء بلغة كرة القدم، انه قادر على ان يخفف هذا الهدف من وضعيته، من ضغطه في مباراة اليوم. شوف اللقطة مرة أخرى، عرضية أحمد مقصود، الدفاع تدخل، الكرة عادت بعد ذلك إسماعيل في المكان المناسب بدون رقابة إسماعيل، وكرة في شباك خالد شراحيلي. يسجل الأخوية هدف التعادل قبل نهاية شوط المباراة الأول بلحظات. ولقطة ولو للحظة سأقولها حارس كلب، ولكن هنا ليست كذلك. هدف الأخوية ثاني، هدف الأخوية، نعم تشيكو فلوريس يسجل الثاني. تألق خالد شراحيلي، لكن ليس في كل مرة سيبقى شراحيلي وحده أمام هذا الكم من الهجوم. الأخوية يسجل الثاني. المطلوب منا الآن هدفين من أجل أن تمدد إلى أوقات إضافية. كرة لمصلحة فيصل، درويش خاطئة التمريرة، نواف العابد يستعيدها، لمسة ديغاو محاولة من خارج المنطقة، تمريرة بينية لمصلحة سالم الدوسري، يحافظ على كرة سالم، بينية لسعود، ديغاو خلصها ديغاو. وزير الدفاع الهلالي أنا اللي أحسمها اليوم. ديغاو لسان حال اليوم. الله يا ديغاو، الثاني خلصها، روعة روعة روعة. ديغاو المدافع، ديغاو المهاجم، ديغاو قائد الدفاع، ديغاو وزير الدفاع، خلص المباراة، حسم الأمور وسجل هدفا حاسما. من يلعب في الهلال من سنوات طويلة، من سنوات طويلة، كأنه ولد في نادي الهلال، ما لديه من روح عالية، من إصرار كبير، من حب للقميص. ديغاو الذي يدافع عن ألوان الهلال قال أنا أحسمها اليوم، أنا أخلصها اليوم، هيا بنا إلى نصف النهائي. ديغاو سجل الكرة في توقيت قاتل وسجل التعادل وأشار إلى الشعار وقال هنا الهلال في